السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل الناس اللي عندها دم ولسه عندها ضمير. معقول الكيان مش لاقي حد يوقف العربدة، القذارة اللي هو مدورها على كل الدول العربية، مش بس فلسطين ومش بس غزة اللي بتموت، اللي انتفت فيها كل مقومات الحياة. أنا شفت بشر طايرين في الانفجارات والقصف، بشر من كتر شدة الانفجار والقصف طايرين في الهواء. ناهينا عن اللي بيحصل في الضفة، ناهينا عن اللي بيحصل في الجنوب اللبناني مفيش حد بيرد، ناهينا عن اللي بيحصل من عربدة وقذارة في سوريا. ولما الأهالي انتفضت علشان تشكل جبهة مقاومة وندهوا النهارده بعد صلاة الجمعة على أحمد الشرع والحكومة السورية الجديدة أن هي تنضم وترعى هذه البذرة، الله أعلم، أظن بقى ده الاختبار الأخير لكل الناس اللي موهومة إن في حاجة لسه اسمها درويش وأردوغان. وأردوغان ده اختبار برضه، يعني عشان كل الأمور تتحط في نصابها الصح. كفاية أنتوا غيبتوا الناس، ما فيه كفاية. ده الكيان بيضرب الدرس لاحمد الشرع وللاردوغان، بيقول له يعني اي تواجد ليك جوه سوريا هيقابله على طول قصف بلا رحمه، بلا ادنى رحمه. المشاهد اللي موجوده دلوقتي دي كلها والمشهد الخزعبلي ده كله ملوش غير حل واحد، غير ان احنا كلنا ننسى هم اللي كانوا بيرعوا بينا الفتنه والفرقه، ننسى قصه العلوي والشيعي والسني ونركز كلنا عدونا فين. احنا بنقول الخلاصه، ولما جينا نعرض الخلاصه دي من فتره كله هرب، محدش سمعنا لحد اللحظه دي. لسه شيخ الازهر اللي الناس ما اعرفش بتقليه، استغفر الله العظيم، احنا بنتكلمنا بنقومه ومش عاجبهم. الراجل مخطئ بقاله سنه ونص، الراجل بيعمل زي ما اي واحد عادي بيعمل، هو مش انسان عادي، هو في موقع مسؤوليه، هو اعلى راس ديني في الامه الاسلاميه والعربيه مش بس في مصر. ليه ما يندهش على الناس بالنفير العام والنزول للشوارع والميادين والساحات والزحف نحو فلسطين؟ احنا مش عيال صغيره، ولا احنا مش فاهم، يعني احنا مش فاهمين المفروض من الناس دي من مواقعها المفروض ايه القرارات اللي تخرج عنهم وتصدر عنهم. احنا فاهمين كل شيء، ولكن للاسف في ناس بتأله كل اللي حواليهم. اي حد بيتبع فريق معين هو مفروض عليه الوصايه، سواء شويه البهايم اللي ماشيين ورا الانظمه الملكيه والعساكر، البهايم اللي بتربطهم اكيد مصالح، هم منتفعين وكلاب وعايشين حياتهم كلها بيلحسوا في جزم اي حاكم، ودول كلهم حكام بيخدموا على المصالح بتاعت الكيان وبيمرروها. يا اما الدراويش اللي معتقدين ان اي لحيه واي جلابيه تيجي حتى لو كانت مصنوعه من امريكا ولو مصنوعه من الكيان اهلا وسهلا بيها. في ناس في النص ضاعت وسط الفريقين دول، ولسه الفريقين دول بيحدفوا على بعض. انت اصلك ما دام بتتكلم كده يبقى انت تبع الشيعة والعلويين وانت مش معانا، ولو انت بتتكلم كده يبقى انت مع الانظمه الملكيه والعساكر ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده. لسه لحد دلوقتي احنا وصل ان الكيان بقول لك بيضرب في 4 دول عربيه، مدور فيهم الدك والعجن والقصف 24 ساعه ومش عاجبه حد، لدرجه ان خلاص ما عادش في اماكن، ما فيش اماكن، خلاص الاماكن كلها خلصت، اللي في غزه خلصت، كله دك رفح، خارج نطاق الخدمه تماما، والكيان احتلها كلها بالكامل، احتل رفح، احتل الشمال بالكامل. انا شفت اقسم بالله بني ادمين طايرين من شده القصف. نهينا عن امام الجامع اللي استنجد وقال يا رب انقطعت الاتصالات باهل الدنيا فلن يتبقى لنا سواك. ولسه لحد اللحظه دي في ناس بتقول لك يحاربوا حربهم، دول ابناء سفاح ما تضيعش وقتك معاهم، قلت لك خالص، دول من الطائفه اياها. ولكن لما عبد الناصر المخبور الملعون وله عند الله ما يستحق مؤسس دولة البوليس وأقذر حقبة مرت على زمن مصر هي اللي أسسها هذا العربيد له عند الله ما يستحق، تخيلوا لما طردهم وقال لهم روحوا، في ناس قعدت، في ناس استمرت بس غيروا اساميهم على البطاقه ودياناتهم على البطاقه، سمى نفسه احمد ومحمد ومينا وجرجس وهو ولا مسلم ولا مسيحي، هو ولاؤه كله للكيان ده، لكن مش هيقول لك، هو عايز يقنعك زي ما الحكام القذره المطبعه الخونه بيقنعوك ان الحكمه بتدعي ذلك، وان من الحكمه انك تتريث ايه وحكمه ايه، ده انت اخوك مسلم وعربي زيك بيموت ايه، ده بيباد بينفى، بيتم نفيه من الارض حي، بيتحرق. اقول لكم على حاجه عشان بس ما نزعلش من بعض، انا شخصيا اول ما بشوف مشهد اطفال ونساء بتتحرق او طايرين في الهواء او مشطورين او اجزاء واشلاء منهم، بقول يا رب على طول كل من دعم هؤلاء الحكام الخونه ان ولاده على طول يشوفهم قدام عينه بيتشووا قدام عينه، وما يلاقيش حد ابدا ان هو ينجدهم، ولا يلاقي قذر خاين زيه بيدعم الانظمه دي ينجدوا، هم كلهم خونه. اللي يدعم الخاين خاين، اوعى عقلك يعني يوديك في حته تانية، اللي بيدعم الخاين خاين زيه. وانا قلت لك دول مش خونه، دول مستوطنين عايشين وسطنا، مستوطنين عايشين وسطنا. حاجه تانية مهمه جدا، ما يقول لك اي شخصيه
ما فيش حاجه اسمها احنا ما بنقلهش حد. انا مسلم حر وانت لازم تبقى مسلم حر، وهو ده الطريق اللي بنتبناه. وكل اللي مفهمينكم ان هم احرار وعندهم قنوات وعندهم صفحات وبتاع، انا اسف والله كلهم موجهين وشاريين زمامهم وكلهم متباعين، ما اعرفش زمامهم متباع بكام، انا ما اعرفش مين مدورهم، الله اعلم. ولكن في النهايه الفريقين اللي قلت لكم بيصبوا في مصلحه الكيان ومملوكين لاداره واحده وهي الاداره الامريكيه، سواء الدراويش او العساكر، الاثنين ازبل من بعض. اما بتكلم عن العساكر هنا انا بتكلم على كل الانظمه الملكيه والانظمه العسكريه اللي هي مطبعه مع الكيان، كلهم زباله زي بعض. ولكن احنا رجائنا في الله في ان لسه في ناس شريفه، حتى لو في المؤسسات في ناس شريفه، في ناس متربيه، نعرف ناس متربيه من بيوت من ولاد ناس من بيوت. ما اقصدش هنا غنى وفقر وسلطه، لا، انا اقصد اتربوا على ان الصح صح وان ده ما يرضيش ربنا اللي بيحصل في اخواتنا. احنا في الاول وفي الاخر مسلمين، وانا في الاول وفي الاخر بقول لك انا عايزك مسلم حر، عايزك مسلم حر، يعني مش عايز اي حاجه يكون ليها مؤثر عليك، ما حدش يفرض وصايته عليك. خد قرارك من دماغك. انا اسست لطريق وادعو ليه بقالي فتره. كل اللي انتوا شايفينهم موهومين ان هم يعني ما هنا ما هناك واحرار وحيث للحريه ثمن ونحزق ونشد في البدله مأجورين، اقسم بالله ما حد فيهم يجرؤ يقول الكلام اللي انا بقوله، وكلهم بيطبلوا لاي حاجه، يا اما للدراويش يا اما الناحيه الثانيه احمد موسى وزبالته وكل من هم على شكلته وابو حمالات ابو كرش وكل الزباله بقى بتوع مدينه الانتاج الحيواني بيطبلوا الناحيه الثانيه للعساكر والانظمه الملكيه. اتنين اقذر من بعض. لما قلنا في طريق حق انك تبقى مسلم حر بدون وصايه، ما حدش يفرض وصايته عليك، كله حاربنا. انا اتقفل لي اكتر من 6 قنوات، دكتور هبه متولي مقفول لها 3 قنوات، اخويا ياسر عبد النبي معانا في السكه، وشفت مؤخرا الناس بتتكلم بحريه ولكن اتهاجمت، شريف عثمان، الشيخ سلام عبد القوي، اخويا عبد الرحمن مطر، في ناس بيهاجموها لمجرد ان بس بيقول كلمه حق، لمجرد انه بيقول كلمه حق، بيقول لا يا احمد يا شرع انت ماشي غلط، يتهاجم. لان الكيان عنده حاجه اسمها الوحده 8200 هي اللي بتدور كل الكلام ده، عايزه تسيطر عليك، هي اللي بتطلع الدراويش وهي اللي مشغله اردوغان، وهي اللي مشغله كل الكلاب اللي اردوغان بيمولهم واعلامهم الممول ده، كل ده الكيان اللي مشغله الوحده 8200. زي ما بالظبط الانظمه العربيه المطبعه واحمد موسى والاشكال دي، ما هم بيقبضوا من مين؟ بيقبضوا من الحكام اللي جايبه فلوسها من ضريبه ودم الشعوب اللي راكبينها بالعافيه، وبيمرروا مصالح الكيان على حسابها علشان يدوا احمد موسى مرتبه. اوعى تفتكر ان الاثنين في فرق بينهم، الاثنين مملوكين. انا بقول لك عايزك مسلم حر، حر يعني محدش يفرض وصايته عليك، حر يعني لما تشوف الصح تقول ده صح وهنا تقول غلط يبقى غلط. ما بنقلهش حد، ولا شيخ الازهر بنقلهه، ولا بنقله قيادات اخوان، ولا بنقله الزباله الحكام وملوك العرب المطبعين الزباله. والصح بنقول عليه صح والغلط غلط، والصح هو انك تواجه الكيان، واي تاخير في مواجهه الكيان واقامه القصاص او تطبيق القصاص بحق من اخطا وخان هو ده الغلط، هو ده اللي لازم تواجهه وتحاربه. واللي يتصدى للكيان ده انت لازم تبقى في ظهره، لازم تكون عون ونصير ليه. اتعلم ازاي تبقى راجل مسلم حر. سيبك تلاقي ناس ضد الجيش الاحتلال في قضيه فلسطين، وهم نفسهم مع جيش الاحتلال جدا في قضيه سوريا، ويقول لك نصبر ايه ده الشعب السوري الحر اتحرك، نصبر ايه لحد ما يبقى ما فيش سوريا. الناس دي بتخدم على مصلحه الكيان، والاعلاميين الاوساخ اللي قالوا نصبر، الزباله الموجهين اللي قالوا نصبر لحد ما يبقاش في سوريا، لحد ما تبقى سوريا هي فلسطين الثانيه ونموذج ثاني من فلسطين، ونقعد ندور ثاني ازاي نلم جراح فلسطين ونلم جراح سوريا. ولو صبرنا شويه مش هنلاقي لبنان. وياكم تفتكروا يا زباله الزباله يا خونه، يا اللي فاكرين ان العمليه بتيجي بالتطبيل على طول الخط، ان انت مش عليك الدور. اقسم بدين الله عليك الدور، اقسم بدين الله كمان مره انت اللي عليك الدور. مصر عليها الدور، واحنا رهنا ان احنا في النهايه في شرفاء هيتخلصوا من الخيانه وهينضموا للشعب وهينصروا الشعب، وانا براهن على ده، لان احنا في النهايه مش عايزين فوضى زي ما الكيان عايز، احنا ضد الفوضى. احنا عايزين في النهايه بلد فيها مؤسساتها ملك شعبها وبتستخدم في الصح لتامين نفسها وتامين القضيه الفلسطينيه وغزه اللي هي محور عمق الامن القومي المصري. وكل اللي اتعمل غلط هيتصلح، غاز، جزر، نيل، كل ده هيتصلح، بس يبقى اللي فوق امين ووفي. في ناس شريفه جوه المؤسسات انا لامسها وهم لامسيني، اتربيت معاهم واتربوا معايا، كلوا لقمه زي اخواتنا الفلسطينيين اللي كلوا لقمه معانا في الكليه، كلنا لامسين بعض. اياك تخون اخوك وتصدق ان الكيان ده حليف وصديق. احنا لازم ننتصر، واي حد هيقف في وشنا ويعطلنا او يسوف او يبقى سلبي مش معانا في الفتره دي. انا بقول لك ما تمجدش حد، الاسماء كلها زائفه، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش ابدا هيبقى له قدسيه. واللي يواجه الكيان احنا في ظهره. ربنا ينصر شعب فلسطين وينصر اهل غزه والضفه وينصر لبنان وينصر سوريا ويحفظ مصر وشعبها والسودان واهلها. نحن لها اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بنمد ايدينا عشان طريق الحق
في خارطة الطريق اللي احنا تعبنا فيها تجمع الكل، نكون مسلمين وعرب أحرار بلا فرض وصاية ومن غير ما حد أبدا يتحكم فينا، عشان ننهي حاجة اسمها الهيمنة الغربية أو الهيمنة الأمريكية، أو نبوظ عليهم ونفسد كل ترتيباتهم وأوراقهم كلها نحرقها. ساعدني، كل اللي سمعني ساعدني، انشر عني، بلغ عني لا إله إلا الله. لو كنت أنا من أهل الدنيا أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم. تحيا فلسطين حرة أبية.